انا بقالي يومين عمال اكلمكم ومحدش بيقول لي انا مشيت ليه ليه وعمال افكر ايه اللي ممكن اكون عملته عشان امشي كده. عمال اقول يمكن عشان تذاكر السوق السوداء اللي كانت في 2006، ولا موضوع المكالمات اللي اتسربت ليا مع الصحفيه، ولا استنى يمكن عشان اكون زورت 5000 صوت في انتخابات مجلس الشعب. ده انا يا اخي طلعت وقلت بنفسي ان انا زورت علشان ابين للناس قد ايه ان انا شفاف ونزيه. يبقى ده جزاتي؟ ولا يمكن علشان سلمت ناس كتير من التراس اهلاوي وهددت زيهم كتير من التراس زملكاوي؟ ولا تكونوا متضايقين اني قمت رنيت واحد علقه قدام الناس كلها على التلفزيون؟ تكونوش متضايقين اني كنت سبب في تبطيل لعيب كان ليه مستقبل كبير في الكوره؟ ولا تكونوا متضايقين ان طلعت قلت على لعيب انه بياخد منشطات وانا مش متاكد وده تسبب في وفاته بعد ما اكتئب؟ ولا علشان اتريقت على ابراهيم وهاني ومحمد الزلباني واتريقت على جمهور السوشيال ميديا وقلت عليهم ان مش انتوا اللي هتقولوا لنا نعمل ايه وانكم صياصين في الزيطه؟ انا فهمت. انتوا اكيد متضايقين علشان وقفت مع شهد وقلت انها لازم تسافر. بقى كل اللي انا عملته ده ما حصليش حاجه، جايين تعبوني علشان شهد؟ ده ايه السخافه؟ ايه البواخه دي؟ مش شغلتك انت خالص، مش حددتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص، مش موضوعك انت خالص، انت لا انت ولا غيرك. ايه ده؟ ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ دي حاجه عجيبه بصراحه. وبعدين يكون في علمكم انا لو وقاك مش هقع لوحدي، تمام؟ انتهى صلاحية العسل، طاقتك كافية تحسسني بالفشل.